لا زال نهر العلم يتدفق من داخل صرح وكيان اجتمعت فيه كل مقومات الإدارة من خلال إرادة الإنسان وجمال وتميز الموقع والمكان. والهدف أسمى، وهو غرس بذور الفكر السليم في عقول أبنائنا. والرسالة فيها رؤية شاملة وامتداد أصيل لأجيال قادمة تواصل المسيرة في رحلة التعليم والمعرفة بمدارس أزهار الدلتا. تأسست مدارس أزهار الدلتا في عام 1992 بمحافظة القليوبية. كانت المدرسة في البداية عبارة عن بناء صغير من طابقين وفناء، وبرغم صغر مساحة الكيان والبناء في ذلك الوقت، إلا أن العقول والقلوب القائمة والأيادي المخلصة للعاملين فيها جعلت منها فناء رحبا واسعا استطاع أن يحتوي كل طلاب المدرسة بالحب والرعاية وجودة التعليم. كانت بداية مؤسسة مدارس أزهار الدلتا التعليمية فكرة، فكانت البذرة الأولى التي زرعها المؤسس المرحوم المهندس محمد رفعت في قلب الدلتا النابض بالحياة، والذي كان له أكبر الأثر في كل المحيطين به. معلم وإنسان وأب وبناء للبشر من الطراز الأول، ليظل من بعده أبناؤه الطلاب يحصدون ثمار ما زرعه من خير في مدارس أزهار الدلتا بجهده وعرقه وتضحيته بسنوات عمره من أجل أن تكتمل فكرته وتنمو وتظل قصة كفاحه ونجاحه عنوانا للآخرين، ويبقى من خلالها دائما حاضرا في القلوب ليكون القدوة والمثل الأعلى وامتدادا أصيلا للأجيال القادمة. اتعلمنا منه كلنا، اتعلمنا منه كل حاجة، اتعلمنا منه الهندسة بتاعته هو، التدريس بتاعنا احنا علمه لنا هو، دي أمانة. نتكلم في 92 أزهار الدلتا الخاصة، نتكلم في 2002 أزهار الدلتا الحديثة، نتكلم تاني وتالت ورابع. ما شاء الله عندنا النهاردة مؤسسة. مهندس محمد رفعت عمل المدرسة الثانوي، لم يمهله القدر ليكون معها طويلا، فجاء ابنه المهندس شريف محمد رفعت ليكمل المسيرة، واللي خلف ما ماتش. إن شاء الله النهاردة لما نبص على الإنجازات اللي عملها المهندس شريف تفوق كتير الحلم اللي احنا بدأناه مع بعض مع المهندس مرحوم محمد رفعت. أنا متواجد في المدرسة مع المرحوم المهندس محمد رفعت منذ بداية إنشاء المدرسة عام 1992. والكلام مع المهندس محمد رفعت صعب جدا، لأنه هو عبارة عن أب حقيقي ليا، مش صاحب مدرسة. والحقيقة هو أسطورة لن تتكرر، إنسان بمعنى الكلمة، هو نجم كبير. اتعلمنا واهتدينا بنوره، اتعلمنا منه في حياته، واتعلمنا بعد ما ماتوا. تحتضن مدارس أزهار الدلتا طلابها من مرحلة رياض الأطفال مروراً بالمرحلة الابتدائية ثم المرحلة الإعدادية وحتى المرحلة الثانوية. وأهم ما تفردت به مدارس أزهار الدلتا اهتمامها بمكونات ومفردات العملية التربوية، بداية من المعلم المتميز الذي يستخدم أحدث الأساليب العلمية الحديثة والوثائق والوسائل التوضيحية والمعامل والقاعات ليسهل على الطالب الاستيعاب والتحصيل العلمي. تتبنى المدرسة منذ نشأتها منهجاً تربوياً معتدلاً، لذا فهي تعمل على تنمية شخصية الطالب بشكل متوازن ومتميز، وذلك عن طريق أحدث الأساليب التربوية وطرق التدريس التي وضعها مجموعة من الخبراء المتخصصين، مما أهل المدرسة للحصول على أعلى الشهادات.
إن غاية القراءة هي معرفة الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. كانت أول ما نزل به جبريل الأمين على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فالقراءة مفتاح العلم لكل أبواب الخير، فهذا دورنا، غرس العلم والمعرفة في عقل الطلاب بمدارسنا. تحرص مدارس أزهار الدلتا على مستقبل طلابها من خلال اختيار نخبة من هيئة أعضاء التدريس، ودائما يكون معلم أزهار الدلتا على درجة عالية من التميز والتفوق، وبجهدهم المتفاني في العمل أصبحت أسماؤهم رموزا في آفاق المكان، ليستحقوا بذلك عن جدارة واستحقاق مكانة مرموقة لدى الجميع لكونهم شركاء للبناء والنجاح. وخير دليل على ذلك تفوق طلاب مدارس أزهار الدلتا على مستوى الإدارة التعليمية والمحافظة. بداية الفكرة إن إحنا بعد ما نزلنا من السعودية في إنشاء المدرسة، إن إحنا كنا بنقدم لشيماء بنتنا على مدرسة، وبعدين الحمد لله ربنا وفقنا وإن إحنا قدرنا ناخد حتة أرض هنا اهوت في القناطر الخيرية وعملنا المدرسة. المدرسة كانت من دورين بقت مدرسة واثنين وثلاثة، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يوفق شريف في مسيرته إن هو يكبر يعني يكبر المدارس. والحمد لله هو ابتدى يعمل براعم أزهار الدلتا، وربنا يوفقه يا رب ويطرح البركة فيه، وربنا يوفقنا ويوفقهم كلهم على حبهم وتماسكهم مع بعضهم، هم الأربعة إن شاء الله بإذن الله. من 18 سنة بدأت علاقتي بمدارس أزهار الدلتا مع الحاج الله يرحمه، الحاج محمد رحمة الله عليه. كان بيتعامل مع كل الناس اللي شغالين معاه، وكانت مدرسة واحدة، ويحسسهم إن المدرسة دي هي بيتهم. وفعلا كنا بنحس إن المدرسة دي مش بنحسها حتى، كمان كنا بنعتبرها بيتنا. علشان كده كبرت المدارس وكبرنا معاها لحد ما بقت أكتر من مدرسة. أما الحاج فالكلام عنه كتير، كل ما هو جميل كان ممكن يتقال عن الحاج محمد. حبب الناس فيه، وحبب الطلبة فيه، وحبب أولياء الأمور فيه. فالمدرسة اتبنت على حب، وفضل الحب فيها زي ما هو مع ابنه البار الامتداد الحاج الله يرحمه. مواقفه كانت كتيرة جدا مع كل العاملين في المدرسة. اتدرجت معاه من مدرس لوكيل لمدير إعدادي لمدير ثانوي، وأنا على المعاش دلوقتي ما زلت معاه. المدرسة هي بيتي، هي حياتي، هي حبي اللي أنا عايش بيه. ما فكرتش في يوم من الأيام إن أنا أسيبها، حتى لو كنا بنزعل مفيش مشكلة، كل حاجة تتحل بالهدوء وبالحب. المدرسة كانت مدرسة واحدة وكبرت، والثانوي اتبنى بطريقة لو قلتها. احنا كنا مدرستين إعدادي بيدوا طلبة مدرسة إعدادي أوائل في كل المراحل أوائل، لكن المدرسة الإعدادية تالتة إعدادي كان الطلبة بتوعنا بيروحوا مدارس تانية في الثانوي، فكانوا بيطلعوا الأوائل في الثانوية العامة برضه، فكنا بنروح نكرمهم بس باسم مدارس تانية. ففي يوم الحاج قال لي ازاي دول ولادنا يبقوا طالعين عندنا أوائل إعدادية ويتكرموا في مدرسة تانية باسم مدرسة تانية، وهم ولادنا في الشهادات الثانوية وياخدوا مراكز أولى على مستوى الإدارة والمحافظة، ومنهم كان بياخد على مستوى الجمهورية. أنا لازم أبني مدرسة ثانوي. قلت له هنعمل رأي، يلا نبني مدرسة ثانوي. كان التصميم، ولما يحط شيء في دماغه هدف كان لازم ينفذه، وكان مفيش حاجة بتقف قصاده. ليه؟ لأنه كان لما يصمم على حاجة ينفذها.
الفكرة كانت واضحة، وهي تنشئة أجيال تحمل أعلى المواصفات الأخلاقية والعلمية والرياضية. ولهذا فقد اهتمت المدرسة بكافة النشاطات، خاصة النشاط الرياضي، وذلك من أجل الرقي بعقول أبنائها وترسيخ مبدأ أن العقل السليم في الجسم السليم. إن عقلية مدارس أزهار الدلتا تدرك مدى حاجة الطفل إلى اللعب وإظهار موهبته وتنمية فكره الابتكاري، وذلك من أجل إنتاج أجيال متطورة قادرة على العطاء والابتكار. إن الفن موهبة وإبداع وهبها الله عز وجل لكل إنسان، لذلك اهتمت مدارس أزهار الدلتا والقائمون عليها بشكل خاص على تنمية مواهب طلابها وقدراتهم الفنية، وعلى زيادة إبداعاتهم والقدرة على الابتكار في كافة مجالات الحياة. تحرص مؤسسة أزهار الدلتا التعليمية على إقامة الحفلات الترفيهية لكافة المناسبات والأعياد الوطنية والدينية، ومنها الاحتفال بيوم عيد الأم بشكل خاص، بالإضافة إلى الرحلات السياحية والعلمية. تعمل إدارة مدارس أزهار الدلتا والقائمون عليها وبشكل يومي على تحويل وسيلة النقل المدرسي إلى وسيلة تربوية وترفيهية، فقد اهتمت أزهار الدلتا بتثقيف مشرفي النقل والسائقين وتدريبهم على سبل سلامة أبنائها. واللي أنا اتعلمته بقى من والدي في إن هو بيحبب جميع الناس اللي شغالين معاه فيه وبيحبوه، وده الميراث الحقيقي اللي أنا ورثته منه، محبتهم وإخلاصهم في العمل، زي ما هو معلمهم في الأول إزاي يكون الشغل وإزاي يكون الإخلاص في الشغل. وقوفوا جنب مني في مشوار حياتي من ساعة ما كنت طالب هنا في المدرسة من سنة 92 لغاية لما اتخرجت في 2007، وهو بيعلمنا ازاي يطلع مننا المشاكل من جوانا. كانت ليه سبحان الله يعني ملكة خاصة كده ان الواحد يروح يحكي له على اللي جواه ويساعده فيه ويحله له. ده كان معايا انا وكل الناس اللي شغالين معانا هنا في المدرسة، بيعاملهم كلهم على انهم ابنائه، كلهم على انهم اخواته. اللي ساعدني ان انا افتح واخدم اهل القليوبية واهل القناطر التعليمية بمشاريع تانية خدمية تعليمية، إن أنا أفتح قسم للدولية، إن أنا أعمل جامعة خاصة تخدم الطلبة المتفوقين اللي خارجين من عندنا من الثانوية العامة، اللي بيطلعوا بره وبيروحوا كليات الطب والهندسة. ده كان حلمه، ده كان الحلم اللي هو بيتمناه، كانت هي دي الفرحة اللي في عينيه لما يشوف أبنائه وهم بيتكرموا أوائل على المحافظة وعلى مستوى الجمهورية. ده المكسب الحقيقي مش المكسب المادي. سيبقى أبناء أزهار الدلتا لها أوفياء، يرون تاريخها الحافل منقوشاً على جبين طلابها، يرددون نداء العلم في أركانها. يفتخر كل من نال شرف الالتحاق بها وتخرج منها، يكفيه فخراً أنها قامت بدورها كمؤسسة تعليمية لها اسم كبير. إنها أزهار الدلتا.